انا مش قادر اتخيل لحد دلوقتي ان انا ماسك الايفون 17 اير في ايديا عادي اصلا. صراحه لما اجي اقارن الشكل ما بين الاثنين ال 16 برو ماكس وال 17 برو ماكس انا مغرم جدا بالجيل الجديد. طيب الايفونات الجديده اتسربت، ال 17 العادي، ال 17 برو وال 17 اير الجديد، وطبعا ال 17 برو ماكس اللي احتمال يبقى اسمه السنه دي الترا. ومش بس الصور بتاعتهم اتسربت، ده الملفات ال 3 دي موجوده مع المسربين، والنهارده انا معايا الاربع موديلات بتاعتهم. مش هتلاقي فيديو زي دوت دلوقتي، خصوصا ان احنا هنقارنهم كمان بال 16 وال 16 برو ماكس علشان نشوف كل الفروقات اللي ما بينهم. ابل السنه ديت هتغير كل حاجه في موبايلاتها، ومهم نعرف جدا الفروق. اولا الموبايلات ديت المفروض لسه تنزل في شهر 9، فاحنا بدري قوي ان احنا نكون ماسكين موديلات زي ديت. بس السنه ديت ابل محدده هي عايزه تعمل ايه، لانها كانت اجلت كذا تحديث من ال 16 وقررت ان هي تعمله في ال 17. فالحاجات ديت موجوده بقى لها فتره طويله في الشركه، ودلوقتي نضجت كفايه ان هي تنزل في موبايلات. بقى لنا فتره طويله قوي اصلا بنسمع اسم ايفون الترا، بس لحد دلوقتي اللي انا شايفه مكتوب على الاجهزه ديت ان هو هيبقى برو ماكس، فاحنا لسه مش متاكدين من معلومه الاسم، بس هو فعلا في تغييرات كتيره قوي تخليه يستاهل ياخد اللقب الالترا. لما تيجي تقارن بقى ال 17 برو ماكس بال 16 برو ماكس هتبتدي تاخد بالك من الفروق ما بينهم كويس، بعيدا طبعا عن شكل الكاميرات اللي في الظهر اللي باين جدا فيه التغيير، لان السنه ديت هم خلوا الكاميرات واخده ظهر الموبايل كله. بس ده التغيير اللي باين في الاول، انما في حاجات تانية مهمه دوت، علشان غالبا هيتخلوا عن الجوانب التيتانيوم اللي بقى لهم سنتين بيروجوا لها، وهيرجعوا للالومنيوم تاني. يعني حتى مش هيبقى موجود ستانلس ستيل اللي كان موجود في ال 14 برو ماكس، لا ده احنا هننزل الالومنيوم زي اللي موجود في ال 16 العادي او اي موبايل ايفون عادي مش برو. دوت بسبب ان هم هيخلوا الجزء الالومنيوم اللي في اطار الجهاز مدمج مع بروز الكاميرا، عشان يديلك تصميم شيك اكتر بدون قطعات كتيره قوي، وعلشان يتفادوا ان هم يخسروا الشحن اللاسلكي، لان طبعا الشحن اللاسلكي مش هينفع وفي معدن بيفصل ما بينه وما بين الشاحن نفسه، فهيبقى فيه جزء مربع في ظهر الموبايل ازاز. التصميم شكله حلو قوي، للاسف هو مش باين للدرجه على الموديلات ال 3 دي اللي معايا، بس في الملفات والصور بتاعه الجهاز انت قادر تشوف الفرق ما بين الخامات دوت، عشان طبعا الموديلات دي كلها بتبقى معموله من بلاستيك، انما في الصور والملفات بتاعتهم فباين جدا الفرق ما بين الجزء الازاز والجزء المعدن. شكل الموبايل بصراحه والدول تون اللي هو واخده كده، فرق الالوان شويه ما بين الخامات هنا والخامات هنا عاجبني جدا. طبعا احنا مش هنقدر ما نقارنوش بجوجل، لانه شبه جدا الجوجل بيكسل والجوجل نيكسس 6 بي، بس ده في مقابل ان انت هتاخد شكل احلى، كاميرات اكبر، والمواصفات بتاعتها احسن. مثلا واحده من اهم الحاجات اللي بيتكلموا عليها السنه دي ان انت هيبقى الثلاث كاميرات 48 ميجا بكسل، ودوت بياكد احتماليه دعم التصوير ال 8K. لحد دلوقتي ابل سابقه جدا في موضوع تصوير الفيديوهات على باقي الشركات، ودوت اللي مميزها جامد، بس الكاميرا التليفوتو والزوم تحديدا كانوا متاخرين فيه. فالسنه دي بروز الكاميرات هنا مش هيكون معمول لمجرد تغيير في الشكل بس، هو هيسمح لهم يستعملوا كاميرا تليفوتو احسن، وبالتالي يدعموا زوم افضل وتصوير فيديوهات كمان افضل. حاجه لاحظتها غريبه ما كانتش باينه جدا في الصور الاونلاين، بس اول لما مسكت الاجهزه خدت بالي منها، ان الايفون 17 العادي بقى حجمه اكبر. السنه اللي فاتت هو كان 6.1، انما المره دي هو قد بالظبط الايفون 17 برو. ده معناها ان الحجم بتاعه كبر من 6.1 وبقى 6.3، نفس التطوير اللي عملوه السنه اللي فاتت لل 16 برو السنه دي عملوه في ال 17 العادي عشان يبقى حجمه زيه زي ال 17 برو. غير كده مفيش تغيير في الشكل، هو نفس تصميم السنه اللي فاتت بالظبط، نفس الكاميرتين اللي محطوطين فوق بعض، ودوت مخليني متوقع ان ناس كتيره مش هتبقى مهتمه بيه او متحمسه له، بس بما انه ارخص نسخه فالناس برضه هتضطر تشتريه، لان البرو والاير هيبقوا اغلى منه بشكل ملحوظ. وبالنسبه للبرو السنه ديت فهو نسخه مصغره من البرو ماكس، المفروض ان المواصفات بتاعته تكون هي بالظبط، الاختلاف الوحيد اللي ما بينهم هيبقى البطاريه. الكاميرات ساعات بيبقى البرو مختلف عن البرو ماكس، بيبقى اضعف منه شويه، بس السنه دي التسريبات كلها بتقول ان هم هيجوا بنفس الكاميرات بالظبط. عشان كده لو تاخد بالك، رغم ان الموبايل نفسه حجمه اصغر، انما لما نقارن بروز الكاميرات هنا وبروز الكاميرات هنا هتلاقي ان هم قد بعض بالظبط. هي حتى واخده حيز كبير جدا من البرو، لان حجم الجهاز نفسه طبعا مش قد البرو ماكس. المهم جدا بالنسبه لي السنه دي بصراحه هو ال 17 اير، ولو تاخد بالك انا ماسك الموبايل بشكل بسيط جدا، لانه فعليا ارفع موبايل ابل تعمله. السمك بتاعه 5.5 مللي، يعني ارفع من الايفون 6. مسكه الموبايل دوت في الايد مريحه بشكل مش طبيعي، هو حرفيا سمك الموبايل كله يا دوبك على قد مدخل الشحن، يعني لو كانوا عملوه ارفع من كده ما كنتش هتعرف تشحنه بالمدخل بتاع الشحن العادي. وبالمناسبه دي كانت التسريبات في الاول، ان الموبايل دوت مش هيجي بمدخل شحن عادي، وهيبقى بيتشحن بالماك سيف بس، اللي هو الشحن اللاسلكي. بس الموديل اللي معايا بيقول عكس كده، الموبايل فيه مدخل شحن عادي جدا، فهتقدر تشحنه بنفس الطريقه بتاعتنا، ومع ذلك قدروا يعملوه بسمك 5.5 مللي بس، ده حاجه في منتهى الرفع فعلا. السنه ديت ال 17 اير هيستبدل ال 16 بلس. بعيدا عن سمك ال 16 بلس والاير، لما تيجي تحطهم جنب بعض كمان، الاير السنه ديت اقصر شويه صغيرين من البلس، وده بيسمح ان انت توصل للجزء اللي فوق بسهوله اكتر. دي حاجه عجبتني بصراحه، حسيت فعلا ان انا قادر ارتاح اكتر وانا ماسكه. مش قادر احدد هل الناس
هتحبه بسبب التصميم بتاعه، ولا بما انه ارفع فالبطاريه هتبقى وحشه جدا بالتالي الناس مش هتحب تشتري الموبايل ده، خصوصا ان ناس كتيره اصلا بتحطه في كفرات فممكن حته السمك ديت ما تبقاش حاسه بيها قوي. غير كده كمان انت عندك كاميرا واحده بس خلفيه على عكس البلس السنه اللي فاتت، فهل انت بالنسبه لك كافي ان انت تمسك حاجه مختلفه جدا بتصميم روش زي دوت وهتضحي في حاجات عمليه تانية شويه، ولا هتضطر تبعد عن الاير بسبب ان هو جاي بكاميرا واحده والبطاريه بتاعته اكيد مش هتبقى بقوه البلس؟ عجبني كمان قوي شكل بروز الكاميرات هنا، كان ممكن يخلوها زي الايفون 16 اي بس الشكل دوت اللي هو قريب من جوجل بيكسل برضه مدي للموبايل احساس شياكه اكتر. اولا ايديا بتبقى مرتاحه اكتر وانا ماسك الموبايل لان انا ببقى ساندو بيها، وثانيا بيرجعني لزمن النكسس 6 بي، انا كنت بحب الموبايل ده جدا. بالنسبه للاداء فاحنا هيبقى عندنا السنه دي الاي 19 برو اللي اسمه متوقع جدا، مش هتكلم على الحته ديت قوي لان طبعا ال 16 برو ماكس كان جاي باداء ممتاز، فال 17 برو ماكس كده كده اداؤه هيبقى حلو. بس اللذيذ كمان مع ال 12 جيجا رام اللي موجودين هنا والاي 19 برو ان هم هيكبروا غرفه التبريد، فاتمنى ان احنا السنه دي نتخلص من الحراره اكتر كمان. بصراحه ال 16 برو ماكس الحراره بتاعته قلت جامد عن الجيل اللي قبله اللي هو ال 15، ولكن ما زال بيسخن لما باجي اشحنه في الصيف مثلا، فال 17 برو ماكس المفروض يتجنب الموضوع ده كمان. الموديلات بتاعه الايفون 17 ديت كلفتني كتير جدا علشان اقدر اعمل لكم الفيديو ده، فانا هستنى تدعمني في الكومنتات بان انت بس تقول لي رايك في كل جهاز فيهم. وبس كده كان معتاد، كان معاكم احمد كمال، استنوني في الفيديو الجاي.